ازيك؟ تمام الحمد لله بخير. بعد ازيك؟ انت شنو مقرر تسوي لنفسك بالسنه الجايه؟ اتمنى يصير لي راتب. عمل لك ولا شيء، نصير شو منيحين وكويسين ونكون بخير ونرجع على سوريا بخير، بس ما اكثر من هيك. بترتب وضع عائلتك، يصير لي راتب ويصير تعيينات لشبابنا ويستقر الوضع بالعراق ان شاء الله. هو الانسان لازم يتغير دائما، كل انسان لازم يعرف انه عنده صفات سيئه او سلبيه بدا يحاول يغيرها ويشخصها، انه فكره انه تشخص اخطائك او تغير فكره لطيفه، والسنه الجديده هي بوابه انه انت توقف. سويت بهاي السنه جديده انت لازم تسعى انه تكون انسان نسخه افضل من نفسك. عايز ابني لعيالي مستقبل، هو ده اللي انا في نيتي، اللي انا اعمل لعيالي مستقبل، ده اللي انا في نفسي اللي انا اعمل لهم يعني. وبعد انا عايزهم يتعلموا احلى علام، يطلع دكتور يطلع مهندس، ده امنيه حياتي. ويعم الامن والامان ان شاء الله، واشوفكم بالخير. احنا نشوفك يلا بالخير. ان شاء الله فدوى لهالوجه إلنا وإلكم. يوم من الايام سالوا شخص قالوا له اذا اجتك مشكله هسه شلون تتعامل وياها؟ قال لهم قبل لو هسه؟ قالوا له لا هسه. قال لهم هسه ما اقدر اسوي شيء، بس قبل لا اقدر، المشكله انا اشتريها. احلى شعب بما يرضي الله، ومش جمله مش بجامل، الشعب العراقي احلى شعب. انا سافرت الاردن، سافرت السعوديه، احلى شعب تعاملت معه هو الشعب العراقي. والله مقرر اشتري بيت افرح نفسي، او مثل ما يقول اسوي لنفسي في شيء، وهوايه امور واكو يوصلون جهادي مكان والباقي على الله. والله كمل دراستي واتزوج بنت الحلال ووفق هذا البلد ونرتاح احنا كشباب. والله اتمنى ازور بيت الله، حج بيت الله الحرام، ما عندي غير شيء. اولاد كبرناهم وزوجناهم، صار عندنا احفاد وما بقى بس هاي الشغله. نفس الروتين. والله السنه الجديده هي ان شاء الله سنه خير، احنا نتفائل بالسنوات القادمه ان شاء الله، ويستمر علينا الامن والتقدم والازدهار اللي نعيشه حاليا. ان شاء الله العراق بخير وامان، والشباب بخير وامان، واحنا ان شاء الله والله شريد بس الستر والعافيه، كل شيء ما نريد.